انا عندي لسه بيفتح. ماشي. هو فتح عند حد طيب؟ اه فتح اهو. تمام. هو بعد ما خلصت الاد مايجريشن قال لك build start build success. قال لك your startup project .web doesn't reference Microsoft.entity framework .design. This package is required for the entity framework core tools to work. Ensure your startup project is correct وinstall package and try again. هو من الاخر كده بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان انا في التولز، يعني بكل بساطه المشكله دي جايه من ايه؟ جايه من ان احنا بنبدا ان احنا نعمل مايجريشن، تمام، في طبقه البريزيستنس. طب انا ايه اول حاجه اصلا عندي بتران في البروجكت؟ اول حاجه بتران هي البروجرام. فهو بيقول لك البروجرام لحد دلوقتي هو ما يعرفش اي حاجه عن الفارما دي بي كونتكست ده اللي انت عامله ده. طب وانت جاي هنا بتقول لي انا بستخدم وانجكت الداتابيس سيرفيس وانجكت الايدنتيتي وعمال شغال. انا اصلا ما اعرفش التولز اللي انا هستخدمها ايه من الاخر. فانت قدامك حل من اتنين. لا اما بتروح تبدا ان انت تجيب مكتبه التولز اللي انت منزلها في البريزيستنس هنا، يعني لو دوسنا كده هتلاقي مكتبه التولز موجوده. تبدا ان انت تعمل لها ريفرنس ان الويب يشوفها، وده انت كده غلط. ليه؟ ان احنا قلنا ان الويب ده بيتعامل مع ايه؟ كنترولرز وحاجات زي كده. ما ينفعش يبقى يعني بنزل جواه باكج ليه علاقه مثلا بالداتابيز. فده كده اول حل واستبعدناه. تاني حل ان انت كنت تنزلها هي ذات نفسها من غير ما تعملها ريفرنس، وده كده كده هنستبعده. فعشان كده بيقول لك في مكتبه اسمها ايه، مايكروسوفت دوت انتيتي فريم ورك دوت ديزاين. فهي دي اللي احنا هننزلها فين؟ في الويب. فين؟ هناخدها كده كوبي عشان ما ننزلش فيرجنز تانية. براوز. غالبا النت سيء، يعني النت سيء جدا، مش سيء بس. خلينا نرجع تاني مايكروسوفت دوت انتيتي فريم ورك كور دوت ديزاين. ايوه يا عم، فاكر من بدري هبدأ ان انا اعمل لها انستول. اي اكسبت. لسه. بس نزلت اهي خلاص. ارجع تاني اقول له والله ابدأ ان انا اعمل مايجريشن تاني. اتمنى تظبط وما يبقاش فيها ايرور. اي ايرور غير ده هنقعد ندور عليه كلنا بقى. السكسس. الحمد لله. يعني انا فرحان والله، يعني اول او تاني مرة يتعمل من غير ما يبقى فيه ايرورات. الجداول كلها. ف هنعمل بقى ابديت داتابيز. هل الفرحة هتكمل؟ ان شاء الله تكمل. تبقى شغال تبقى شغال لوحدي على المشروع اصلا وبيضرب تضرب اوريدي، غير ستة شغالين على المشروع والحمد لله عدت بالسلام يعني. تعال نشوف بقى ايه. تعب وشقة ومرمطة شوية اي ار دي بقى وكده ومابنج. هات كله. لم كله يا باشا. هات خلينا نتفرج. نحس بإنجاز. بس شكرا. اعمل كلوز. على بقى ايه؟ بص على الجداول. ادي الفارما performance سناب شوت. الابلكيشن يوزر يعتبر مربوط بكل حاجة عندنا. notification يوزر لوجن يوزر رولز يوزر توكنز اللي احنا كنا مستخدمينه، الجدول اللي كنا مستخدمينه، الرولز كليم الرول كليم.
في ايه تاني؟ reception request requisition request history patient profile patient address payment orders كله تمام. طب والله يعني شغل عالي الحمد لله ان هو عدى والمايجريشن اتعمل والداتابيز اتعملت وكله زي الفل. نرجع بقى، احنا المفروض ان احنا هنبدأ دلوقتي نخش على ايه؟ هنبدأ نخش على موضوع بقى، خلاص خلصنا الداتابيز وخلصنا الدنيا دي كلها. نرجع بقى على ايه؟ على موضوع السبيسيفيكيشن. والله انا دلوقتي عملنا السبيسيفيكيشن وقلت لي اللي احنا محتاجين يعني مراجعة كده بسيطة على اللي احنا كنا عاملينه. بكل بساطة كنا عاملين ايه؟ كنا عاملين حاجة زي ايفالويت بناء. والله انا هديك كود سي شارب، ابدأ ان انت دخله لي على حاجة اسمها ايفالويتور، دخله لي هنا وابدأ خرج لي منه سيكوال كويري عشان الاي اف كور والداتابيز يبدأ ان هو يفهمها ويرجع لي الداتا مرة واحدة. تمام. طيب انت دلوقتي ايه اللي بيروح هنا؟ مين اللي بيخش على الداتابيز ده اصلا؟ والله المفروض يبقى في هنا طبقة هنا كده حاجة اسمها ريبو. يعني مش عارف هو بتثبت ليه ما باجي اشرح الديزاين باترن، بس ماشي. حاجه اسمها ريبوزيتوري ديزاين باترن. طيب الريبوزيتوري ده المخزن اللي بيروح يكلم الداتابيس، صح؟ طب انا عندي المخزن اصلا اللي موجود في الابليكيشن كان بيعمل ايه؟ عندي خمسه بس، خمس عربيات بس. اول عربيه جيت اول، تاني عربيه جيت باي اي دي، بعد كده اد وابديت وديليت. طيب انا السبيسيفيكيشن دي استخدمها في ايه؟ اكيد ولا استخدمها في الاد ولا الابديت ولا الديليت، استخدمها في الجيت. انا عايز اعمل سيلكت استريك وابدا بقى جمله الوير وهكذا، صح؟ او الانكلود او ما شابه يعني. وقلنا ان احنا مش هينفع ان احنا نبدا نعمل لكل واحده جمله زي ما اعمل مثلا جيت برودكت ويز كاتيجوري مثلا، عشان انا دلوقتي هنا ما عنديش ريبوزيتوري لكل حاجه، ده انا عامل جينيريك. فانا لازم خلاص ما دام بدات جينيريك اعرف ان اللي جاي كله هيمشي، هو هيمشيك الابلكيشن ذات نفسه هيمشي. طيب انا دلوقتي المفروض ان احنا نبدا نضيف ايه؟ والله احنا المفروض ان احنا نبدا نضيف حاجتين. ايه هما الحاجتين بتوعنا؟ المفروض نبدا نضيف فانكشن جيت اول باي سبيسيفيكيشن وجيت باي اي دي باي سبيسيفيكيشن. طيب عدى يقول لي مثلا طب انت ازاي هتعمل اتنين جيت اول؟ طيب بكل بساطه انا دلوقتي افرض انا عايز اجيب كل حاجه حرفيا بقى من غير بقى سبيسيفيكيشن، وهجيب المنتجات كلها مثلا. خلاص بدل ما اروح اعمل السبيسيفيكيشن وابدا اعمل مثلا نيو كلاس من السبيسيفيكيشن واسيبه فاضي، لا انا اروح عند الفانكشن دي على طول فاضي. فخلاص انا هاجي هنا مثلا اقول له طب تعالى بس كده قبل ما نقول له، تعالى نعمل كوميت ونسمي ده مثلا مايجريشن داتابيس بقى والكلام ده. نوقف كده ماشي. اه الجهاز كراش ولا ايه؟ لا حول ولا قوة الا بالله. طب ما هو كل حاجة وقفت. اهو رجعنا للحياة تاني. طيب هبقى ايه؟ نعمل التو ميثود اللي احنا قلنا عليهم بتوع السبيسيفيكيشن. والله انا عامل جيت اول ويز سبيسيفيكيشن. طيب الجيت اول ويز سبيسيفيكيشن دي الفانكشن دي هترجع لك ايه وهتاخد منك ايه؟ انا عايزك تشوف من اللي فوق بالظبط. هي عبارة عن تاسك ليه؟ عشان هي حاجة راح اتكلم الداتابيز. اي ريد اونلي ليست يا بني ادم. اي ريد اونلي ليست. مش عارف انت يعني صعب معاه الامور. I read only list. طيب I read only list هترجع لك ايه ال I read only list دي؟ هترجع لي لستة من نوع ال TNT دي. هسميها get all with ال SPECD specification عشان ما نكتبش كلمة specification كلها. طيب تعالى بقى هنا، انا المفروض هنا ناخد ايه؟ انا والله ده المفروض هياخد مني ده الريبو، هياخد مني ايه؟ تعال نرجع بقى كده سوا، احنا كنا عاملين ايه اصلا؟ عاملين سبيسيفيكيشن، عاملين حاجه اسمها اي سبيسيفيكيشن ده الانترفيس الاصلي، وعاملين حاجه اسمها ايه؟ بيز سبيسيفيكيشن. طب ليه عملنا البيز سبيسيفيكيشن؟ قلنا عشان انا دلوقتي في الاي سبيسيفيكيشن ديت انا عامل مهندل جمله الوير ومهندل جمله الجوين ومهندل جمله الاوردر باي ومهندل جمله التيك والسكيب بتوع الباجينيشن. افرض انا جيت قدام ظهر عندي حاجه جديده في اي حاجه جديده في السيكوال مثلا وعايز اضيفها، لو انا جيت ضفتها هنا وورثتها لكل السبيسيفيكيشن، اي تيبل عندك هيكون ليه سبيسيفيكيشن سواء برودكت بقى كاتيجوري ايا كان ايه هو. لو انا ضفتها هنا هضطر اروح ايه امبلمنتها في كل حته. فلا، انا اروح اجيب كلاس وسيط ما بيني وما بينه وابدا اعمل له هو ايه الامبلمنتيشن في حته واحده واورث البيز سبيسيفيكيشن. طب انت من الاخر كده في الاي جينيريك ريبو هتاخد ايه؟
يعني انت هنا هتبعت ايه؟ هل مثلا هقول له بيزك سبيسيفيكيشن؟ احنا قلنا ايه لما بنيجي نعتمد، بنعتمد على الانترفيس نوت الكونكريت كروس. يبقى انا اقول له اي سبيسيفيكيشن، خلي بالك ده ياخد منه اي سبيسيفيكيشن. طيب اي سبيسيفيكيشن عايز حاجه من نوع تي ان تي، والله جاهزه عندي كده كده مستلمها فوق. عايز حاجه من نوع تي كي، يا عم معناها ايه؟ هتسميها ايه؟ هسميها سبيسيفيكيشن. ادي جيت اولويز سبيسيفيكيشن. تمام. جيت باي اي دي، اقول له والله جيت باي اي دي with يعني سبيسيفيكيشن. عباره عن ايه؟ شف من فوق. انا على طول ما تفكرش، بس هو بيسمع الكلام، بقول له شوف بيشوف. تاسك تي انتيتي جيت واي اي دي وسبيسيفيكيشن، خد الاي سبيسيفيكيشن عشان ابدا ان انا اعتمد على انترفيس نوت كونكريت كلاس. مين يزعل مني بقى دلوقتي؟ عمي الريبوزيتوري الجينيريك بقى بتاعي يقول لي ايه؟ انت قايل لي ان انت تبدا ان انت تعمل امبلمنت وانت لسه ما عملتش حاجه. اقول له انا هبدا ان انا اعمل لك امبلمنت. نقفل بقى الحاجات اللي احنا عاملين لها امبلمنت. احنا عاملين امبلمنت للاد الجيت اول جيت باي اي دي ابديت وديليت. ظهر عندنا اتنين جداد. ايه بقى اللي هيحصل هنا يعني؟ بص هتلاقي الفانكشن دي يعتبر يعني الجنة من الآخر يعني. بص يعني هتلاقي جنة الكود من الآخر. بيقول لك جنة الكود دي جنة الكود. انت واخد مني إيه؟ جايب لي ايه؟ انت جايب لي والله سبيسيفيكيشن، وانا معايا ايه؟ قلنا ان الدي بي سيت احنا عاملين لها ايه؟ عاملين لها سيلكت اول كده كده، سيلكت استريك اهي، صح؟ انا عامل سيلكت استريك بالدي بي كونتكست دوت سيت تي انتيتي، دي السيلكت استريك بتاعتي وخزنتها في الدي بي سيت، صح كده؟ طيب انا اجي والله اقول لك هنا فار حاجه اسمها بيز كويري. ايه البيز كويري بتاعتك؟ والله البيز كويري بتاعتي هي عباره عن الدي بي سيت از نو تراكنج. طب ليه از نو تراكنج؟ كنا احنا قلناها قبل كده لو حد فاكرها، كنا عاملينها في الجيت اول هنا. از نو تراكنج عشان انا مش عايز اكلف الميموري، وهي الحاجه دي جايه لي ان يكون حد بيعمل اللي انا هعمل عليها ابديت او حاجه. فانت تروح مثلا تبدا ان انت تخلي بالك، تخلي لي الرام تركز معاها. انا بقول لك ما تركزش معاها، ان دي حاجه انا جايبها للعرض بس، عشان كده بستخدم از نو تراكنج بتعلي البرفورمانس وبتبقى سؤال مهم يعني. تاني حاجه، مين هيركب الحاجات دي على بعض؟ يعني تعالى نمسح كده الكلام ده. مين بقى اللي احنا كنا عاملينه هيبدأ ان هو ياخد مني البيز كويري وياخد مني سبيسيفيكيشن؟ مين؟ لو جينا نزلنا كده تحت هنلاقي حاجة اسمها ايفالويتور، سبيسيفيكيشن ايفالويتور. فاكر؟ حد فاكر السبيسيفيكيشن ايفالويتور؟ كلمة السلكت استريك بياخد مني بيز كويري اللي هي السلكت استريك فروم الجدول، وبياخد مني السبيسيفيكيشن. وكنا مهندلين بقى دي الوير وادي الجوين وادي الاوردر، وبرجع ايه؟ برجع الكويري كاملة في الاخر، ومهندلين باجينيشن كامل. بص بقى الجمال بقى كله هنا. والله انا دلوقتي اجي اقول له سبيسيفيكيشن زي الباشا ايفالويتور. انت عايز مني ايه يا سبيسيفيكيشن ايفالويتور؟ انت اصلا ستاتيك، انا عايز اعمل جنريت للكويري. طب انت عايز تعمل جنريت للكويري، ابعت لي حاجتين: ابعت لي البيس كويري بتاعتك السلكت استريك من انهي جدول عشان ابقى فاهم، وابعت لي السبيسيفيكيشن بتاعتك اللي انت بنيتها. شكرا، استنى مني هترجع لي ايه؟ هترجع لي الكويري. طب انا بعد ما ارجع الكويري اعمل ايه؟ اعمل ريتيرن يا عم. انا اعمل ايه يعني؟ ريتيرن اويت دوت دوت ايه كويري دوت تو ليست، تو ليست اسync. انا كده الكويري رجعت عندي والداتابيز رجعت في 3 سطور. انت متخيل بقى انت كان هيبقى عندك يعني السطر ده يعني هون عليك كام سطر كود قدام؟ كام بقى جوين وكام وير وكام 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 وكام؟ انت بتهندل الابليكيشن كله بوير واحده. انت بتهندل الوير بتوع الابليكيشنز كلهم بسطرين يا جماعه. حد متخيل؟ انت بتهندل الابليكيشن كله بسطرين بس عن طريق الوير. بتهندل الانكلود ب4 سطور، بتهندل الاوردر ب 12 سطر 20 سطر. بس عموما يعني انت كون ان انت تحط كل حاجه في كلاس واحد، معلش يعني مش معدي ال 60 سطر، وبالكومنتات وبكل حاجه، مهندل لك الداتابيز، مهندل لك كل الكويريز اللي رايحه الداتابيز وبيرجعها لك. ده عظمه يعني، والله العظيم ده السبيكيشن باترن ده عظمه. وصعب، هو مش سهل، وصعب فعلا ان اي حد اصلا يفهمه. فانت كبيرك قوي ان انت بعد كده تبدا ان انت وانت بتطبق اي مشروع حرفيا انت هتاخده كوبي. روح ابدا خد كوبي وواحده واحده، وربنا ان شاء الله هيسهلها وهتبدا تفهم واحده واحده. انا كده خلصت ايه؟ جيت اول سبيسيفيكيشن جيت باي اي دي. هات يا عم دول كده، ولا جيت باي اي دي ولا حاجه، هات دول كده. ادي البيس كويري دي بي سيت از نو تراكنج. انا عايز اعمل الكويري بتاعتي، ابعت لي البيز سيلكت استريك، وابعت لي السبيسيفيكيشن اللي احنا بنيناها اللي فيها جمله الوير والانكلود والاوردر باي. ترجع لي ايه؟ كويري دوت فيرست اوردر.
بس مثلا ليه؟ عشان مش حاطين اسync. ادي الجملتين اللي عندي. فانا كده يوم ما انا احتاج ان انا اجيب حاجه بمواصفات معينه، هنده لمين؟ هنده للريبو ده، هنده للعربيه دي اللي رايحه الداتابيز، العربيه دي. هاجي والله اقول لك والله وانت يا عم الريبو وانت رايح اتعامل لي مع التو ميثود بتوع السبيسيفيكيشن. لو انا جاي معايا سبيسيفيكيشن، طب انا لو معيش وبعرض حاجات عاديه، اقول لك والله اتعامل لي بقى مع الاثنين اللي مش سبيسيفيكيشن. بس يبدا يخش الداتابيز هيرجع لك كل حاجه. ادي الريبو. خلصنا. عايزين بس نعدل بس الحاجه دي كده. اد ابديت ديليت جيت اول جيت باي اي دي. ماشي برضه النظافه حلوه. جيت اول فوق بس كده. ادي السبيسيفيكيشن خلصنا. التعب كله اتلخص في 3 سطور بالظبط. طبعا نوقف الريكورد كده لحد هنا.